صباح الفل. عايز النهارده ابعت رساله لمعالي وزير الرياضه ولجانه. انا قعدت عملت حصر صغير كده لصفقات النادي الاهلي في اخر سنتين بس، وهم فتره تولي الكابتن بيبو اداره النادي الاهلي. الكابتن بيبو نجح في 12 2017، فاحنا حسبنا الصفقات اللي ابرمها من بعد اخر 2017، يعني اول 2018 حتى وقتنا هذا. طبعا ما حسبناش كل الصفقات. حسبنا اللي هم جم ورحلوا عن النادي الاهلي مجانا وكلفوا خزان النادي الاهلي قد ايه. اول صفقة معانا هي صفقة احمد الشيخ. احمد الشيخ الاهلي جابه من مصر المقاصة ب8.5 مليون جنيه، وفي استغنى عنه اول امبارح وما ايدش اسمه في القائمة الاولية، وده معناها الاستغناء. عشان بس الناس نفهم الناس واحدة واحدة. المفروض فترات القيد دي بيبقى فيها قائمتين، قائمة اولية وقائمة نهائية. اي فترة قيد كده. القائمة الاولية دي بيتأيد فيها اللعيبة القديمة اللي هي عقودها مستمرة مع النادي ومكملة للسنة الجديدة. الفترة التانية او الفترة النهائية او القائمة النهائية بيتأيد فيها اللعيبة اللي عقودها انتهت وجددت والصفقات الجديدة. ده عشان الناس تفهم معنى عدم قيد احمد الشيخ اللي هو عقده مستمر مع النادي الاهلي وكان موجود السنة اللي فاتت مع النادي الاهلي. معنى عدم قيده في القائمة الاولية يعني الاستغناء. فالاهلي جابه ب8.5 مليون واستغنى عنه اول امبارح مجانا. ادي اول 8.5 مليون هنبدأ بيهم المزاد. الصفقة التانية ميدو جابر في السنة اللي بعدها على طول، جا من المقصة برضه ب9 مليون جنيه. والشيخ الاهلي دفع 9 مليون جنيه واحمد الشيخ اعارة سنة. يعني ممكن تعمل لها نقول مثلا احمد الشيخ اعاره سنه بايه؟ انت جايبه ب8.5 مليون، يعني نقول مثلا ب2 مليون ب3 مليون، يعني تقريبا كان حسبة 11 12 مليون. الاهلي استغنى عن ميدو جابر في الانتقالات اللي فاتت مجانا. ادي كمان 11 12 مليون، عملنا بتاع 20 مليون. حسين الشحات. حسين الشحات تم عرضه على النادي الاهلي في يناير في صيف 2018. مقابل كام؟ مقابل 10 مليون جنيه للمقص. النادي الاهلي رفض. جال حسين الشحات عرض من العين الاماراتي، راح العين الاماراتي لعب هناك 6 شهور ورجع النادي الاهلي في يناير 2019 بكام؟ مش هقول لك بقى ب150 مليون والكلام ده، انا هقول لك رقم وعارف ان هو مش صح، بس ده الرقم اللي طلع من المسؤولين في النادي الاهلي. قال ايه الاستاذ امير توفيق؟ قال لك ب5 مليون دولار، يعني تقريبا 80 مليون جنيه. طبعا الناس بتقول ان الصفقة تعدت ال100 مليون ووصلت لل150 مليون. احنا مش هنقول كده، احنا هنقول يا عم هم 80 مليون جنيه. راجل معروض عليك ب10 مليون وانت رفضت، وبعد 6 شهور اشتريته ب80 مليون، فرق 70 مليون. واخد بالك يا معالي الوزير، يا مشكل لجان الرقابة، يا حالل مجالس ادارات الاندية عشان المخالفات؟ واخد بالك؟ ده حسين الشحات. رمضان صبحي. رمضان صبحي الاستاذ محمود طاهر باعه تقريبا ب5 مليون دولار، يعني حوالي 80 مليون. من اغلى الصفقات اللي النادي الاهلي باعها، وتقريبا ممكن تكون اغلى صفقة.
خاصة انه راح لنادي اوروبي، والاندية الاوروبية ما بتدفعش المبالغ دي. الكابتن بيبو خد رمضان صبحي اعارة 6 شهور ب 800 مليون استرليني، وبعد كده خدوا سنة ب1,600,000 ألف استرليني. يعني تقريبا الصفقة اتكلفت حوالي 51 مليون في سنة ونص اعارة. وماذا بعد؟ ايه اللي حصل؟ رمضان صبحي ادعى على قفاه وراح بيراميدز، وفرقته برضو هيدرسفيلد ادته على قفاه وراحت خدت منه 800 ألف استرليني، وبعد كده 1,600,000 خدت منه 51 مليون جنيه في سنة ونص، وفي الآخر راحت بعته الفرقة تاني. ادي كمان واحد. وصلنا كام كده؟ تقريبا دخلنا في بتاع 250 مليون. 51 مليون رمضان صبحي، زود يا ابني على المزاد. باكاماني اللاعب الجنوب افريقي، النادي الاهلي تعاقد معاه ب1,300,000 دولار، يعني حوالي 23 مليون جنيه، وفي اخر الموسم رحل مجانا الى تقريبا بيدفست الجنوب افريقي. وليد ازارو النادي الاهلي اشتراه ب1,300,000 دولار، يعني برضه حوالي 23 مليون. في 23 مليون بتوع باكاماني ما تنساهمش، حد يجمع ورايا. وليد ازارو النادي الاهلي اشتراه ب1,300,000 دولار من الدفاع الحسني الجديدي، والصراحة كانت صفقة مميزة. وبعد سنة واحدة بس لعب في الاهلي جاله عرض من فوتشن تقريبا الصيني ب9.5 مليون دولار. عرض رسمي مش كلام مواقع، وعرض رسمي. طلع الكابتن عادل القيعي يتكلم عنه، قال لك اصل هم هيدفعوا 5 مليون دولار. طب ما يدفعوا يا اخي 5 مليون دولار. 9.5 مليون دولار يعني 150 مليون جنيه. انت جايبه ب23 مليون وهتبيعه ب150 مليون جنيه بعد سنة. فالجهبذ الكابتن عادل القيعي، الاستاذ عادل القيعي مهندس الصفقات، قال لك ايه بقى؟ كان ساعتها في مشاكل مع تركي الشيخ. قال لك لا، اصل هم قالوا هيدفعوا 5 مليون دولار والباقي بعد 6 شهور. طب ما يدفعوا بعد ما يدفعوش يا اخي، بيعوا ب5 مليون دولار. قال لك لا، اصل هو هيرجع على بيراميدز. طب ما يرجع، طب ما تبيعوا البيراميدز نفسها. طيب عمل ايه الجهبذ؟ بعدها ب6 شهور وليد ازارو طلع اعارة للاتفاق السعودي، وبعدها بكمان 6 شهور قعد هناك 6 شهور، اشترى الاتفاق السعودي بكام بقى؟ ب700,000 دولار. يعني تقريبا الاتفاق السعودي اشتراه ب11 مليون، والنادي الصيني كان عارض فيه 156 مليون جنيه، 9.5 مليون دولار. يعني الاهلي في 6 شهور خسر في وليد ازارو 145 مليون جنيه. ده وليد ازارو. اللي بعد ايه؟ عدينا ال300 تقريبا. اليو بادجي ده حكايته حكايه الصراحه. اليو بادجي ده جه في يناير، لعب 6 شهور في الاهلي مقابل 2.2 مليون يورو. وعلى فكره كل الارقام دي بناء على، يعني دي على موقع النادي الاهلي الرسمي، 2.2 مليون يورو، يعني حوالي 37.5 مليون جنيه. طب جميل. النادي الاهلي وزي ما قلت لكم من شويه راح في قائمته الاوليه ما ايدش اليو بادجي، فيما معناه الاستغناء عن اليو بادجي. ليه؟ عشان الاهلي ما ينفعش يقدمه او يأيده في القائمه النهائيه. ليه؟ لانه لعيب موجود في النادي الاهلي ومكمل في النادي الاهلي وعقده ساري، بيتأيد في القائمه الاوليه. القائمه النهائيه دي معموله للصفقات الجديده واللعيبه اللي عقودها منتهي، وهو لا صفقه جديده ولا عقده منتهي.
اليو بادجي وقع 4 سنين ونص، واتفقوا على $1,000,000 في السنة، يعني 4.5 مليون دولار على ال2.2، يعني 37.5 وتقريبا 4.5 مليون دولار، يعني 70 مليون. يعني اليو بادجي كلف النادي الاهلي 107 مليون دولار، مليون جنيه. طيب ليه انا بحسب الراتب بتاع اليو بادجي؟ عشان حضرتك النهارده لو اليو بادجي بكره الصبح راح اشتكى النادي الاهلي في الفيفا، هيتحكم له بعقده بالكامل، اللي هم ال4 سنين ونص، اللي هم ال4.5 مليون دولار. هيشوف هو خد منهم قد ايه وهياخد الباقي. زي هيدرينك اللاعب اللي هو البرازيلي اللي الاهلي جابه، وزي اجوجو، وزي كل اللعيبه الاجانب. ليه اللعيب الاجنبي كده؟ لان اللعيب الاجنبي بيلجأ الى الفيفا. لو لعيب مصري يقول له ده شأن محلي، ارجع لاتحاد بلدك. فطبعا الاتحاد المصري طب نقسطهم، طب نجدولهم، الفيفا ما فيش الكلام ده. بيجي رايح الفيفا، تيجي الفيفا حكماله بعقده، زي ما عملوا مع هيدرينك والاهلي دفع، وزي ما عملوا مع اجوجو والزمالك دفع. فبتحكم له الفيفا بعقده بالكامل، وبياخد عقده بالكامل. يبقى دي 107 مليون جنيه. كده اجمالي الاهدار. على فكرة انا في كل ده ما حسبتش رواتب اللعيبه، عشان ما بتبقاش يعني معظمها انا حسبت القيمه بس بتاعت، لا قلت وليد ازارو خد كام، ولا ميدو جابر خد كام، ولا احمد الشيخ خد كام، ولا رمضان صبحي نفسه خد كام، ولا قلنا اي حد فيهم خد كام. طلعت كام؟ طلع 415 مليون جنيه. 415 مليون جنيه في سنتين يا معالي وزير الرياضه، يا مشكل اللجان، يا حال المجالس ادارات الانديه. 415 مليون جنيه من غير ما اشكل لك لجنه. قلتهم لك في فيديو، وقلتهم لك بالدليل وبالاثبات وبكل حاجه، من غير لا اقول لك بقى شكل لجنه ولا ما تشكلش لجنه. هي اللجنه بتتشكل، واتشكلت لجنه في 2018 وطلعت مخالفات. بس انت عارف كويس وانا عارف والدنيا بحالها عارفه ان انت يوم ما هتاخد القرار ده ضد النادي الاهلي هتمشي الصبح، زي ما طاهر ابو زيد مشى تاني يوميها. تاني يوم ايه ده؟ مشى يوميه نفس اليوم. زي ما خالد عبد العزيز خاف بعديها، واما حل مجلس محمود طاهر رجعه تاني بالتعيين. ده اهداء للسيد المحترم وزير الشباب والرياضة.